السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قرار مفاجئ لمدرب الهلال السوداني فلوران قبل مواجهة سانتاوس. قرر الجهاز الفني لكرة القدم بقيادة المدرب الكونغولي فلوران خوض مباراة ودية عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه الجوهرة الزرقاء أمام كبرى الخرطوم، وذلك استعدادا لمواجهة سانتاوس ضمن منافسة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المتوقع أن يشارك من في المباراة اليوم النجوم الذين لم تسنخ لهم فرص المشاركة في مباراة أمس أمام المنامة البحريني التي كسبها الهلال ب3 أهداف مقابل أي شيء. يذكر أن فريق الهلال تنتظره مواجهة حاسمة السبت المقبل أمام سانتاوس في ملعب جوهرة الزرقاء، ويحتاج الهلال إلى الفوز في هذه المباراة من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية. هذا ما قرره المدرب فلوران مدرب الهلال السوداني.